السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. البرودوي ناسيونال واللي يصدر منتوج نتاعو فيه مواد أولية وطنية، هذا يصدر ويدي حقك كما يقول القانون، الله يسهل عليه. أما الإنسان اللي يقول لك التصدير، بغيت نصدر السيارات، وش من سيارات عندك اللي تصدرها؟ وش رانا كاع رانا اوني اوسي ايديو كسا؟ كيفاش تجيب سيارات تنفخ فيها العجلات وتقول لي عندي تصنيع سيارات وتبغي تصدر؟ واش تصدر؟ تصدر الهواء اللي درتو في لي بنو، هذا ما عندك. كاش حاجه اخرى، يا با دو بلي فاليو. تصدر الهواء وتدي 50% من قيمه التصدير. Il faut pas prendre les gens pour ce qu'ils sont pas. اللي ينتج ويصدر الله يسهل عليه. التلاعب هذا بالاقتصاد الوطني اللي كاد يدينا الهاويه جدا. قطاع السيارات، وكنتحمل المسؤوليه ديال هادشي اللي كنقول لكم. 2019 صدرنا 80 مليار ديال الدرهم في هذه البلاد، فيها 60% ديال القيمه المضافه، هي 48 مليار ديال الدرهم، هي جوج المرات القيمه المضافه ديال لو سي بي. كنعاود جوج المرات القيمه المضافه ديال لو سي بي. واش كان يمكن لنا نتخيلوا انه شي حاجه في المغرب غادي تجاوز لو سي بي؟ جدا. راه حنا مازال بعاد، مازال ما وصلناش. ولو كنقول لكم قطاع السيارات يمكن له يمشي في دقيقه الا خلقنا ليه حنا مشكل. قال انه قطاع السيارات غادي يمشي لان اوروبا فرنسا قالت له يمشي، واش مشى؟ قال انه حنا كنخدموا في قطاع السيارات القديم ديال الديزل وديال ليسانس، واش في قنيطره ما كنصاوبوش هذيك السياره امي ديال بيسا كتصاوب في العالم غير في قنيطره، غير في المغرب. سياره كهربائيه 100%. المهندسين اللي صنعوها مهندسين مغاربه. بيسا عندهم 4500 مهندس وتقني في مستوى عالي مغربي كيشتغل عندهم في هادشي. يعني راه المغرب تبدل هاد 20 سنه الاخيره، حنا اللي عايشين فيه كمغاربه بعض المرات كيفوتنا ما كنفطنوش انه المستوى ديالو تبدل. خصنا مره ندوروا بجنابنا ونشوفوا فين وصلنا، الشباب ديالنا فين وصل، اشنو هما الكفاءات ديالو، اشنو هما الانجازات ديال بلادنا. ظهر لي اننا انا نقول لكم كمسؤول على القطاع، وقت ما مشيت نشوف شي منطقه صناعيه كنتفاجئ. الا مشيتوا لبوسكوره لحدا المطار محمد الخامس غادي تفاجئوا. داكشي اللي كتشوف في قطاع الطائرات داكشي خيالي. كنقول هادشي ما كاينش عندنا في بلادنا. مشاو شي ناس صيفطوهم يشوفوا، مشاو لطنجه، قلت لهم سيروا شوفوا هادشي اللي تيدار في طنجه. تعطلوا شي شويه، واحد منهم قال لهم عرفتوا دابا خصنا ندخلوا للمغرب، راه مشى الحال. هذا راه ماشي مغرب، هادشي اللي كنشوف هذاك اسيدي مغرب، هذاك اللي شفتي في طنجه مغرب، هادشي اللي في قنيطره مغرب، هادشي اللي في النواصر مغرب. المغرب غادي لقدام، مازال خصنا نشتغلوا، مازال خصنا نتحدوا، مازال خصنا نتقاتلوا مع المنافسه الدوليه باش نوصلوا، لان راه حتى واحد ما غادي يرحمنا. وشكرا. اذا شكرا. وانا بتكلم على صناعه العربيات وانا بجهز الحلقه قلت لفريده رئيس تحرير، بقول لها فريده المغرب المملكه المغربيه الشقيقه بتصنع سيارات. بس انا بقول للمصريين عشان يعرفوا بس الموضوع احنا ايه. يعني نشأت عمال يقول ان احنا هنصنع سياره كهربائيه ومش عارف ايه، جاته خيبه. هيقول في ناس تقول كده ايه يا عم؟ يقول لك يا عم مش نافعه، يا عم احنا كان عندنا تجارب من الستينات، يا عم احنا بنضحك على الناس، يا عم احنا ما بنصنعش. لا، ما بنضحكش على الناس، والامر جد حقيقي، لانه احنا صنعنا لودر وجبنا لكم صورته في يوم الاثنين اللي فات او الثلاثه اللي فات في وزاره الانتاج الحربي. لكن موضوع صناعه السيارات افتكرت المغرب، كنت بتكلم مع زمايلي في الاعداد انه المغرب نجحت المملكه المغربيه الشقيقه ان هي تصنع سياره داخل المغرب، وعملوا احتفاليه بالسياره رقم كام؟ يعني عملوا حفله. فاكرين احنا عملنا احتفاليه بايه؟
بالطفل رقم 100 مليون او الطفله 100 مليون، فاكرين؟ يعني احنا وصلنا انتاجنا الانتاج المصري بسم الله ما شاء الله، يعني خصوبه عاليه بقى وشغل بقى وغيره 100 مليون. عملنا احتفاليه بالبنت او الولد اللي رقم 100 مليون بالظبط. المغرب عملوا احتفاليه بالسياره رقم مليون. يعني استوعب كده كلام، صنعوا مليون سياره، مليون عربيه. المليون دي يعني ايه؟ يعني ايه مليون عربيه يا جماعه؟ كم واحد بيشارك في صناعه العربيه؟ كام خط انتاج؟ كام صناعه مغذيه؟ كام وبصدر منها قد ايه؟ بيجيب لي عمله قد ايه؟ بيجيب لي شغل قد ايه؟ مليون سياره. عملوا اتفاقيه في اسمها اتفاقيه اغادير بتاعت سيارات، نبقى نتكلم عليها بالتفصيل بعدين. والدوله اتحركت، ايه صناعه عايزين نعملها. وانا بقول للدكتور مصطفى مدبولي ربنا يقويك، بقول له ربنا يقويك، ونيفين جامع بقول له ربنا يقويك. لكن الكتالوج موجود، الكتالوج موجود، في كتالوج نسخه مصريه قديمه من الستينات ولم تكتمل قصه النجاح لاسباب احنا عارفينها. وعندي قصص نجاح اخرى، في قصه نجاح مش عايز اقول بقى في دول اوروبيه ولا لا 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 خالص، لا بقول في المغرب الشقيقه، ارجعوا اقروها، قصه نجاح المغرب في صناعه السياره المغربيه حتى احتفلوا بانتاج السياره رقم مليون. طيب دكتور كمال رزق، اقتصاديا نعود للشق الاقتصادي في سؤال آخر. في تصريحات جديدة حملت نبرة أيضا جديدة للوزير الأول بخصوص شراكة الجزائر مع مؤسسة رونو. هناك شبه استعداد بالنسبة للطرف الجزائري من أجل مراجعة الاتفاق بخصوص الإنتاج، بخصوص كمية الإنتاج. مشروع رونو تقريبا حتى ما نقولش فشل، عرف يعني تأخر كبير. سيارات رونو لحد الآن لم يتسلمها المواطنون، لحد الآن لم يتمكن المواطنون من اقتناء هذه السيارات. خطاب الحكومة حيال مؤسسة رونو يجرنا للحديث عن لماذا دائما نطرح السؤال التالي: لماذا دائما المستثمر الأجنبي يبقى يعني يغيب من القطاع الاقتصادي في الجزائر رغم كل التسهيلات الجديدة التي حملها قانون المالية لسنة 2017 أو قانون الاستثمار الجديد؟ موش أنا ما نلومش المستثمر الأجنبي، نلوم المحاور الجزائري، لأن رونو دارت مصنع في وهران، دارت مصنع في وجدة في المغرب. نعم. قيمة الاستثمارات في وهران تعد بالأظافر، وقيمة الاستثمار في وجدة 1.2 مليار أورو. يعني ماهيش المشكل في رونو، وتعول أن تغزو بعض الأسواق الإفريقية انطلاقا من مصنعها. الناس اللي حاوروا رونو هذا هو الإشكال فيهم، لم يكونوا وطنيين ولم يكونوا جزائريين أكيد لم يكونوا وطنيين. كيف تقبل أن تعطي رونو بهذيك الامتيازات وهي جاب لك 2 فراكات وعلى 2 مترات على الحدود الجزائرية أقامت مصنع ضخم بأموال 10 مرات كما قامت في وهران؟ أنا ما نلومش وبشروط تعجيزية بالنسبة للجزائر. يعني نقول لك احنا شوف رونو عطيناها لو بور لارجون بور لا فيدوليتي، عطيناها الزبده ورجعنا لها دراهم الزبده وزدنا زوجناها بالطفله. لافوت تاعنا مش تاعهم. الان تغيرت المعطيات. علاش قلت لك الامور راني متفائل؟ تغيرت المعطيات. الان رونو فتحنا لها، كانت عندها ليسكليزيفيتي بوندون 5 ans. فتحنا لها الان هونداي، فتحنا لها الجولف، فتحنا لها الاخر. الان راهم ينافسوها، هي تسقم. علاش الخطا ما ارتكبناش مع بيجو؟ علاش راح بيجو؟ باسكو بيجو حب يدخل الجزائر بنفس طريقه اكثر من ذلك دكتور كمال رزق، حتى المؤسسات العموميه الان كاين تعليمات انهم ان يقوموا باقتناء سياراتهم. المؤسسات العموميه من مؤسسه رونو، يعني عندها الاكسكلوزيفيتي. يعني هذه داخله في اطار تشجيع هذا المصنع، المنتوج الجزائري. الان ما تقدرش باسكو قانون الصفقات العموميه يمنعك، ما كاينش منتوج واحد. الان كاين هونداي، كاين كذا. كي كانت وحدها عطينا لها كاع هذه الاكسكلوزيفيتي باش نشجعوها، باش نستقطبوا الاخرين. هم جاوا الاخرين. قانون الصفقات يمنع باش تقولوا روح شي من عند رونو، باسكو هونداي يرفع عليك دعوه قضائيه يلغي لك الصفقه. احتكار. نعم. لا خلاص الان فيه، لان رونو الان رئيس الحكومه سمعت انا مؤخرا عندما زارهم في المنتوج الوطني قال لهم مش راح نعطوكم. وصح، لازم الحكومه ان رخص الاستيراد توقفها
باسكو الان عطينا لهم مهله باش يديروا اقامه مصانع. الان نقصوا العام اللي فات عطينا رخصه في حدود 100 كانت 80,000 ورفعناها 100,000. انا نطالب الحكومه الان يا ربي 50,000 نزيدوا لك في حجم الانتاج. احنا متفقين عليك انك دير 3 علامات و64 مثلا الف سياره، دير 10 علامات ونرفعوا لك 100. قالها رئيس الحكومه قال لهم خدموا الان ما كاش كوطه بالنسبه للمنتوج المحلي. اذا كانت رونو جاده تجي دير كما دارت في المغرب. انا ما نلومش رونو، نلوم الناس اللي حاوروا. الان شوف مصنع الان اللي حيندار في غيليزان تاع العلامه الالمانيه، شو مصنع تاع تيرت، شو مصنع تاع الجيش تاعنا اللي هو في تيرت. نعم. يعني ما كانت الامور جديه وكان الان يحبوا البلاد ويحبوا الوطن وناقشوا على اساس وطن. علاش بيجو راحت؟ علاش بيجو راحت؟ لان بيجو نقولها لك كانت حابه تدخل السوق الجزائري بنفس امتيازات رونو، وبس جايب 2 فراكات ومصنعها اللي دايرته في المغرب 10 مرات اكثر من هذا. المتعامل الفرنسي كان يستغل الضعف تاعنا، كان يستغل نقول لك حبيت هذا هو الشكاره، هذا هو المال الفاسد. لان الناس اللي حاوروا يمكن كش مداو مع رونو ولا مانيش عارف، لان من غير معقول جزائري يدير هذه الاتفاقيه. دكتور عامر، خلينا نتحدث الآن عن المغرب. يعني المغرب اليوم توجه إلى تصنيع كامل يعني بالنسبة لشركة رونو، يعني بالمنتج رونو. اليوم لو نتحدث المغرب ماذا تتوفر ماذا يتوفر عند المغرب ولا يتوفر عند الجزائر، خصيصا وأن الرقعة الجغرافية للجزائر مساحتها كبيرة جدا. يعني نسبة الإدماج في المغرب يعني مرتفع جدا، في الجزائر مثل ما تحدثت الآن قريب منعدم. ماذا يتوفر في المغرب الشقيق ولا يتوفر في الجزائر؟ نعم، أولا أن في المغرب أو في العديد من البلدان الأخرى لا يمكن نقول بأنه تصنيع كامل، لأنه عملية تركيب. لأن الآن الاندستري دو لوطوموبيل الماركات متخصصة في أمرين هامين، هو لا ريشيرش اي ديفلوبمون ولو ماركت. اما كل العمليات الاخرى فإنه يقوم عمليه تجميع او تركيب بلدان التي يكون فيها عوامل الانتاج ضعيفه او تكلفه الانتاج ضعيفه. اذا المغرب بكل بساطه تكلفه انتاجه احسن بكثير من تكلفه الانتاج في الجزائر. هذا الامر اللي خلى علامتين، مش 20 علامه كما هو عليه الحال في الجزائر، علامتين يدرسوا بطريقه جديه من أجل إقامة مصانع للتركيب. أولا طاقتها كبيرة، لأن احنا للأسف طاقات الإنتاج للمصانع الموجودة في الجزائر كأقصى حد أحسنها هو 50 أو 60 ألف مركبة سنويا، بينما لو قارناها بمثيلتها في المغرب هو حوالي 400 ألف مركبة. هذا الشيء اللي خلينا نشوفه بأن كل الدراسات الجدية تقول بأن لو سي دو رونتابيليتي باش يكون عندك مصنع جدي لازم تكون طاقاته الإنتاجية على الأقل 200 ألف. بالتالي نشوفوا بأن الماركات التي استثمرت في المغرب نتيجة وجود محيط يشجع ديزانفراستركتور بورتوير مؤهلة لاستقطاب المواد الأولية وأيضا لتصدير المواد المنتجة اللي هي تنتج بتكلفة ضعيفة. لا كاليفيكاسيون تاع العامل في المغرب كاليفيكاسيون أحسن بكثير من الموجودة في الجزائر. من الناحية العملية مش من ناحية الأوراق والدبلومات. ثالثا لا ديسيبلين et la volonté de travail la stabilité تاع العمل موجوده في المغرب وغير موجوده. والان فيه امر اخر عدم الاستقرار التشريعي والقانوني المرتبط بهذه الامور، وكل البيروقراطيه والرشوه والمشاكل الواقعيه التي تشوب عمليه الاستثمار تجعل من المغرب احسن استقطاب واكثر استقطاب. سيد كوبي، ربما تحدثنا انه 2006 استاذ اسامه، انا معلش بعيدا عن التفاصيل والقوانين والقرارات والكلام اللي رئيس مصلحه قاله وزميل حضرتك في الاتحاد الصناعات قاله، انا بسال كمواطن مصري شايف انه مثلا المغرب دلوقتي بتصدر سيارات وايران بتصدر سيارات، وفي دول يعني المغرب دوله عربيه وايران دوله اقليميه موجوده. انا بسال هو احنا ليه حظنا وحش في صناعه السيارات؟ مش حظ وحش يا فندم، هو مش حظ وحش. التجربه المغربيه دي تجربه عظيمه جدا، وانا برضو بطالب ان احنا يعني دي يعني بصدق محتاجين ان احنا نحط فوكس عليها. التجربه المغربيه، تعالى شوفوا المغرب هي عملت ايه عشان توصل اللي وصلته. عملت ايه يا فندم؟ عملت المغرب ايه؟
عملت ايه؟ اقول لحضرتك المغرب النهارده استدعت كل الشركات الام على مستوى العالم، عملت لهم تخفيض 25% الضرائب لمده 25 سنه ما يدفعوش ضرائب، عملت لهم خطوط انتاج، عملت لهم خطوط سكه حديد. المغرب جابت الشركات وخلت الشركات تكسب في المغرب اكتر ما بتكسب في شركاتها. النهارده اكبر صادرات المغرب يعني المغرب بتصدر لاسبانيا وايطاليا وفرنسا، فرنسا اللي هي صاحبه رينو. رينو معروفه مش سر. مظبوط. بتصدر لها. النهارده حفيظ العلمي اللي هو وزير التجاره والاستثمار المغربي كان بيحتفل من شهرين بانتاج سياره رقم 1,000,000. النهارده المغرب وقعت عقد مع BYD عشان انتاج سياره كهربائيه. المغرب النهارده بتصدر $1 مليار سنويا اجزاء محركات طيارات. المغرب عملت مركز اقليمي، اكبر مركز اقليمي في الشرق الاوسط بيخدم 81 دوله، بيخدم اكبر 100 مستورد للسيارات على مستوى العالم، مركز ابحاث. كل ده المغرب صدرت 1.5 مليار قطع غيار سيارات السنه اللي فاتت. تعال نشوف المغرب النهارده جابت رينو لوجان، هل وقفت؟ لا، راحت عملت تعاقدت مع بيجو ستروين وعملت مصنع في المنطقه الاطلسيه في مدينه القنيطره بانتاج 200,000 سياره. يبقى النهارده هم بيحتفلوا السنه اللي فاتت ان هم انتجوا 383,000 سياره، طبعا على مدار الاربع سنوات تحركوا 333 300,000 303 383 السنه اللي فاتت 1000 سياره لوجان و200,000 من مصنع القنيطره اللي احنا بنتكلم عليه. لك ان تتخيل مارك رصيف المدير الاقليمي رينو المغرب بيقول ان احنا في 2020 احنا هنتخطى 1,000,000 سياره سنويا، واحنا واقفين بنتفرج حضرتك. لا، لازم نتحرك ونشوف التجارب ديت، لازم تعمل تسهيلات للمستثمر الاجنبي عشان تجيبه من بره. ده هو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نتواجد في منطقة بني مجرو التابعة للجماعة الترابية